في عمارة بالنهار فاضية تماما، مفيش فيها نفس واحد، بس أول ما الليل يجي بتصحى. وأنا كنت واحدة من الناس اللي قررت تعيش فيها، بس مكنتش عارفة إني ممكن مطلعش منها تاني. يلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اسمي مريم، وكنت بدور على شقة في مكان هادي بعيد عن الزحمة، لحد ما سمعت عن عمارة في شارع جانبي في اسكندرية. سعرها كان قليل جدا مقارنة بأي مكان تاني. ده خلاني استغرب، بس قلت أروح وأشوف. وصلت العمارة. من بره شكلها كان عادي بس قديم شوية، بس أول ما دخلت حسيت بحاجة غريبة. الهدوء كان تقيل زيادة عن الطبيعي، ولا صوت حد، ولا حتى صوت شباك بيخبط، ولا أي حركة. البواب، كان في بواب قاعد تحت لوحده، بصلي بنظرة غريبة وقالي: انت جاية تشوفي الشقة؟ قلت له أيوة. سكت شوية وبعدين قالي: تعالي، بس لو عايزة نصيحتي بلاش. ضحكت وقلت له: ليه يعني؟ رد ببساطة: اللي بيدخل هنا بيتغير. طلعت الشقة، كانت نضيفة وواسعة وكل حاجة تمام، بس في حاجة لفتت نظري. التراب كان موجود في كل مكان، كأن محدش دخل هنا من زمان، رغم ان الشقة اصلا مفروشة. وبالفعل نقلت فيها. اول ليلة كانت هادية جدا، لحد ما الساعة قربت على 2:30 بعد منتصف الليل، وفجأة سمعت صوت باب بيتفتح لوحده، وبعدها صوت خطوات، وبعدين صوت خبط على الباب شقتي. قعدت أقول لنفسي عادي، في سكان. بصيت من العين السحرية، الممر كان منور وفي راجل معدي قدام الباب. بس المشكلة، الراجل ده كان لابس هدوم قديمة جدا، مش من الزمن بتاعنا ده. فضلت أسمع أصوات طول الليل، ناس بتضحك، أطفال بتجري، وباب بيخبط عليا. بس كل ده اختفى أول ما الشمس طلعت. اليوم التاني خرجت الصبح، الدور كان فاضي تماما، ولا كأن كان في حد هنا امبارح. قررت استنى لليل التاني. المرة دي خرجت بنفسي. الممر كان مليان ناس بتتكلم، واحدة بتنظف، طفل بيجري، كأنهم عايشين عادي جدا. قربت من ست كبيرة، قلت لها: حضرتك ساكنة هنا؟ بصت لي بابتسامة غريبة وكان شكلها غريب جدا. قالت لي: انت ساكنة جديدة؟ قلت لها: ايوه. قالت لي: خليكي هنا وهتفهمي كل حاجة. بدأت ألاحظ حاجة مرعبة. كل الناس اللي بشوفهم مش بيبصوا أصلا في المرايات. جربت أعدي قدام المراية اللي في الممر، أنا بس اللي ليا انعكاس وهم لأ. جريت على البواب تاني يوم، قلت له: في ناس هنا بالليل. بصلي وقال لي: دول مش ناس. سكت شوية وقال لي: دول اللي ماتوا هنا. قال لي: العمارة دي حصل فيها حريق من سنين، وكل اللي فيها ماتوا جوه، ومن يومها بيرجعوا كل ليلة يعيشوا حياتهم اللي هما ما كملوهاش. قلت له: طب وأنا؟ بصلي وقال لي: انتي لسه معاكي فرصة، بس لو الليل عدى عليكي هتبقي زيهم. قررت أهرب، بس اتأخرت. الليل دخل والأنوار كلها اشتغلت، والأصوات رجعت تاني أقوى من الأول. حاولت أفتح الباب بس ما كانش راضي يتفتح. لفيت أبص ورايا،
لقيتهم كلهم واقفين جوه شقتي. الست الكبيرة قالت لي خلاص بقيتي واحدة مننا. والصبح العمارة رجعت فاضية تماما، والبواب قاعد لوحده، وواحدة ست جديدة داخلة تسأل على الشقة كأن مفيش حاجة تاني خالص حصلت. ومن ساعتها العمارة لسه بتتأجر، بس اللي بيدخلها نادرا ما بيخرج.